نزلتي يا حبيبتي السوق ولقيتي الرز سعره ضرب بقى من 17 ل 20 والزيت هو كمان ضرب في العالي. تعالي بقى اقولك الكلام ده حصل ليه. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. انا بعد ما وديت العيال المدرسه بلف لفتش في التلفزيون بتاعت كل يوم، عرفت ايه السبب. السبب بقى الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا. هتقولي لي بقى كل ما حاجه تحصل في مصر تقولي السبب روسيا اوكرانيا اصل حصل في الصين؟ يا اختي هو انت ما دريتيش ان العالم بقى قريه صغيره واللي هيحصل في اي حته هيسمع في كل حته؟ وهو ده اللي حصل بالظبط. اوكرانيا بقى اكبر مصدر للحبوب والزيت في العالم، فطبعا لما هيحصل حرب طبيعي لا هتعرف تبيع ولا تعرف تشتري، فبالتالي طبعا الناس اللي كانت بتشتري منها زي حالتنا ما هيش عارفه تشتري. هتشتري منين؟ قولوا لي كده صح. لكن تعالوا نبص للحته كويس ان احنا لغايه دلوقتي بندخل نلاقي الرز والزيت في السوبر ماركت. ناس تانية بقى عندنا في اوروبا هتحصل عندهم مشكله اكبر لان الغاز مش عارف يوصل له، وهيقضوا الشتاء من غير تدفئه، هيتلجوا. يا اختي انت وهي اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته. انا بقى هقول لكم على 3 حاجات نقدر نتغلب بيها على موضوع الاسعار ده. طبعا الحاجه الاولانيه اللي هنتكلم فيها واللي هتكسب طول الوقت نقلل استهلاك. بلاش طول الوقت الحاجات اللي عمالين نقلي فيها دي حتى مش صحيه. تاني حاجه محدش بقى فاضي يروح لحد، نقلل عزومات شويه. داخلين على شتاء وتبطي واقعدي في بيتك شويه. تالت حاجه نشتري بقى الحاجه جمله. ليه؟ هتوفر معانا. اللي كنا بنجيبه بكام جنيه زياده هنوفرهم في سعر الجمله. وانا يا حبيبتي بنصحك انك لو مش تقدري تجيبي الحاجه جمله لوحدك لمي من اصحابك وجمعوا واشتروها كلكم مع بعض. انا دول اللي اعرفهم. قولوا لي انتوا بقى في الكومنتات على نصايح نواجه الغلا بيها. ما احنا في الاخر احنا ستات البيوت وجايه على دماغنا، فلازم احنا اللي نحلها.